يا صباح الفل أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي هتسمعوا فيه الفيديو. ايه رأيكم في طاسة الجبارة دي وجبة عشاء أو وجبة غدا أو وجبة فطار كاملة متكاملة. يعني لو انت هتعملها في الفطار كويسة جدا وطعمة في منتهى الجمال، برضو تنفع غدا لأنها وجبة كاملة متكاملة وسريعة كمان جدا، وكمان هتنفع معانا عشاء في منتهى الجمال وتسد جوع آخر الليل وما بتاخدش أي وقت، مع حتة عيش بلدي كده بقى وتاكلي بقى يا سلام على الجمال، بجد ما يتشبعش من أكلها. وكل دي ببطاطساية واحدة بس، سواء بقى البطاطساية كبيرة صغيرة دي على حسب أفراد عيلتك. يعني أنا عن نفسي البطاطساية دي كانت كافية وتمام وكده، يعني عملت معايا الصح. مش عايزة أكتر من البطاطساية ديت. انت بقى عايزة تزودي، كل واحدة عارفة أفراد بيتها أو عيلتها بياكلوا ازاي. تمام. هجيبها كده، أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أقطعها معايا مكعبات صغيرة خالص. يعني أنا عايزاها مكعبات صغيرة خالص. أنا عايزة أقول لكم بقى الطاسة اللي انا هعملها دلوقتي بقى اللي هي طاسة البيض او طاسة البطاطس بالموتزاريلا، بص حاجة كده وهم. بجد انا متأكدة اللي هيجربها مش هيستغنى عنها ابدا وهيعتمدها عنده في بيته. انا عن نفسي انا بعملها على طول ومن زمان، وبجد حلوة قوي والاولاد بيحبوها جدا جدا، وكمان مليانة عناصر غذائية. يعني انا كمان حاطة فيها حاجات كتير الاولاد مش بياكلوها وبيطلعوها من الاكل دايما، بس انا حطاها فيها وهم مش بيشوفوها وبجد كلوها وكانوا مبسوطين ومعجبين بها جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا قطعتها مكعبات صغيرة على قد ما اقدر. لو واحدة جت كبيرة كده شوية ولا حاجة اقسمها نصين. تمام. طب انا بقطعها مكعبات صغننة خالص كده علشان تستوي معايا وتبقى عاملة زي الزبدة. شوف بقى هحط كمان ايه. المكونات دي كمان هتفرق في طعمها جدا جدا. طبعا البصل الاخضر كتير الايام دي ومنتشر. هجيب بصلتين خضر كده حلوين صغننين كده وهقطعهم حتت صغيرة عشان هحطها معايا في الوصفة. طبعا انتوا عارفين البصل بقى بالذات البصل الاخضر وفوائده العظيمة الكبيرة جدا للجسم، كمان يعتبر مضاد حيوي طبيعي. فاحنا عايزين نحاول ندخله في الاكلات بتاعتنا. تمام. هاخد كده البصلايه وهي، وهاخد حته كده من الحتت الخضراء بتاعتها مفيش اي مشكله. وهبدا بقى احط معايا شويه من الشبت. طب انت لو ما عندكيش بصل اخضر الوصفه كده باظت منك، لا خالص، ممكن تحطي بصلايه عادي من البصل بتاعنا اللي بتاع البيت صغيره كده وتقطعيها برضو قطع صغيره مفيش اي مشكله، بس انا بقول لكم على الافضل والاحلى والقيمه الغذائيه الاكبر. كان معايا شويه شبت بقى، انا عايزه اقول لكم بيفرقوا في الوصفه بطريقه. كان معايا قرن فلفل جيت افتحه لقيته مش مظبوط مع انه كان حلو ونضيف جدا من جوه. جبت واحد تاني وقسمته نصين وخدت النص الاولاني بتاعه، طلع زي الفل. هقطعه برضو قطع او مكعبات صغيره. تمام. قرن الفلفل الاولاني دوت انا عايزه اقول لكم كان شكله من بره يبرق كده زي ما بيقولوا جميل جدا. سبحان الله، بس فعلا الله اعلم بالناس من جواها برضو زي الله اعلم برضو بالخضار من جواه. ما علينا. فتحنا كده وايه وقطعنا برضو قطع صغيرة. انا كان معايا 4 بيضات، انت بقى على حسب افراد اسرتك، ممكن واحدة ممكن اتنين ممكن تلاتة ممكن 10، على حسب برضو، لان انا قلتلك ديت يعتبر وجبة كاملة متكاملة. مش هتحطي جنبها غير لو انت عايزة شوية مخلل حطي، مش عايزة خلاص وهتحطي الطاسة اللي انا عاملاها دي مع عيش بلدي وكلي بقى وبصي واكلي ولادك واكلي اللي حواليكي. جميلة 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 بجد، وصفة انا عايزة اقول لكم انت تدعولي عليها. تمام. هبدأ بقى ان انا اجيب مكعبات البطاطس ديت وهبدأ ان انا اشوحها كده في معلقتين سمنة بلدي على معلقة زيت. هبدأ ان انا اشوحها كده على نار متوسطة. تمام. وهديها تشويحة كده لغاية ما احس ان هي لونها غير معايا كده وبدأت ايه تحلو كده. هبدأ ان انا برضو اقلبها، ولازم اغطي عليها علشان تستوي تماما. بس قبل ما اغطي عليها هحط التوابل بتاعتها. حطيت ربع معلقة من الملح، معلقة صغيرة. تمام. واحط شوية من الكمون وشوية من الفلفل الاسمر، واحط كمان ربع معلقة صغيرة من البابريكا. تمام. طبعا انا معايا في الوصفه حته شطه كده صغننه كنت حطيتها. لو انت عايزه تحط قرن شطه، لو انت بتحب الحرق مفيش اي مشكله، عايزه تستغني عن الشطه خالص مفيش اي مشكله، ما عندكش شطه خضراء وعندك شطه حمراء وعايزه تحطي حاجه بسيطه حطي مفيش اي مشكله. قلبتهم كويس في بعض كده، وبعدين هديت النار، وبعدين ايه، انا كنت اصلا مخليها وسط، هديتها خالص وغطيت عليها بالغطا. بعد ما غطيتها كده تمام وسبتها حوالي 5 دقايق، ببص كده بختبر بطاطسايه لقيتها استوت، يعني او يعتبر داخله على سوا خالص. حطيت بقى شويه الشبت بقى في الاخر كده
مع اللهم صل على النبي قرن الفلفل الاخضر طبعا. وما نسيتش احط فصين توم، يعني انا كمان لقيته نشف خالص، لقيت البطاطس نشفت خالص كده يعتبر استوت اهيت ونشفت خالص، رحت جايه حاطه معلقتين من الزيت في النص كده، وحطيت كمان عليهم فصين 3 كده توم مدقوقين. يا جمالهم بقى. التوم دوت انا مفرزاه عندي على فكره في الفريزر، فهو طالع متجمد. ان شاء الله في موسم التوم هقول لكم انا بفرز التوم ازاي، وطريقه تفريز التوم ازاي بيكفيكي ما شاء الله من السنه للسنه، يبقى جاهز معاكي. هبدا بقى ان انا اقلبه كده. مش عايزه اقول لكم بقى في التوقيت ديت الروايح طالعه عامله ازاي، بجد ما شاء الله. ريحتها قلبه ريحه البيت، جابت الاولاد من بره يا ماما انت عامله ايه، ريحته جميله قوي كده. مش عايزه اقول لكم بقى، هما بقى طبعا اي فلفل بيطلعوه من الوصفه، اي وصفه اعملها بيطلعوا الفلفل ويرموه. جبت الاربع بيضات كده اللي كانوا معايا وربيتهم كده زي ما قلت لك، مش شرط 4 بيضات، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 1، ممكن 5، على حسب افراد عيلتك. وبدات ان انا احطها على البطاطس كده. يا جمالها بقى وحلاوتها. وغطيت عليها، هديت النار وغطيت عليها. قبل ما اغطي عليها طبعا حطيت جبنه موتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا ديت اختياري، بس انتوا عارفين بقى كل الاطفال والكبار بيحبوا اي وصفه فيها جبن موتزاريلا، بيتشدهم اصلا، يعني هما لو مش هياكلوها علشان خاطر الجبنه الموتزاريلا. فالجبنه الموتزاريلا ديت يعني ايه، بتشدهم، واحنا عايزين ناكلهم حاجات غذائيه. طبعا بقى البطاطس بقى والقيمه الغذائيه برضو، ما هي نشويات بس فيها قيمه غذائيه عاليه، مع كمان البيض مع الخضره اللي فيه، بجد مع البصل الاخضر، بجد وجبه كامله متكامله. غطيتها طبعا، حسيت ان هي خلاص استوت. طبعا انتوا عايزين تاكلوها في التوقيت ديت هي خلاص كده استوت وبقت تمام وبقت زي الفل. بس انا ما بحبهاش بيضه كده لونها ابيض من فوق، فانا هدخلها دقيقتين بالظبط تحت الشوايه بتاعه الفرن، تحت الشوايه مباشره. يعني انا عليت الشبكه بتاعه الفرن كده وجبتها تحت الشوايه مباشره كده، وحطيت ديت يا دوب وانا واقفه كده دقيقه كده، دقيقه بالظبط، كانت اخدت اللون اللي انا عايزاه وبقت بالجمال اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي ده. بصوا شكلها عامل ازاي، بجد شكلها مغري جدا جدا. الاولاد كلوها وشكروني جدا، وكان بجد طعمها حلو. انا بقول لكم للامانه كانت حلوه قوي قوي بجد. لو جربتوها انا واثقه ان انتوا تعتمدوها. طبعا اللي وصل معايا لغايه هنا وما حطش اللايك يا ريت يحط اللايك، انا بفكركم باللايك حبايب قلبي. بجد حلوه قوي بقى. وتجيبي بقى شويه عيش بلدي بقى، وبألف هنا وشفا بقى. يا سلام على جمالها، بجد ما يتشبعش من اكلها. عايزه اقول لكم انا بدوق معاكم كده مش كنت عارفه اوقف، وكانت مولعه نار حلوه قوي. بجد حلوة وجميلة مغذية منجزة كمان، ما بتاخدش اي وقت. لو احترت بقى على فطار، لو انت بقى جعانه جوع اخر الليل بقى والولاد جعانين ومش عارفه تعملي ايه، في ثانيه هتعمليها مش تاخد منك اي وقت. مكوناتها موجوده في اي بيت. البيض طبعا ما بنستغناش عنه في اي تلاجة، ولا كمان الجبن ولا الحاجات ديت علشان ايه الاولاد، فالحاجات دي موجوده باستمرار عندنا. تمام. طبعا نقول احنا مش عايزين ناكلها في الطاسه، انا عن نفسي كنت عايزه اكلها في الطاسه كده لانها اسمها طاسه بيض او طاسه بطاطس حلوه قوي. فقلت لهم خلاص ما فيش اي مشكله، فقلبتها لهم كده في طبق، طلعت عامله زي الفطيره. ما شاء الله جميله جدا. بجد انا عايزاكم تجربوها حبايب قلبي، بجد هتعتمدوها عندكم حلوه قوي. بصوا بقى انا عايزه اقرب لها لكم كده عشان تشوفوا جمالها كده من قريب. شفتوا الجمال، بجد حاجه وهم. حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع الف سلامه.